حبايبي، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ كله تمام ان شاء الله، يا رب يكون كله تمام. اخيرا بعد طول انتظار هنجرب منتجات مصرية جديدة جدا، ولما اقول لك جديدة جدا يبقى جديد جدا اهو. شايفين اهو، شايفين عامل ازاي؟ طبعا زي ما انتوا شايفين شيبسي عاملة بطعم جديد، بطعم الفراخ كنتاكي اللي هي الخلطة السرية والزنجر. شيبسي كيفس دلوقتي بقى. مش عارف نادية مغلبني، بس احنا جبناهم ولقيناهم. بس نخليه كده على جنب من قبل ما ابدا، ومن قبل ما اكلها كده على جنب كده. زي ما وعدتكم قبل ما ابدا الفيديو لازم نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيلا بينا نخش على الفيديو، كفايه هزار ويلا بينا ندخل على الجد. انا تعبت ايديها عشان كنت هجيب لكم شيبسي بطعم الفراخ كنتاكي. طبعا مش ممكن احكي على حاجات دي، ما بحبش اتكلم عن نفسي. بس انا بقالي 3 ايام كنت فتحت الانستجرام، لقيت صورة بتاع ايه، يقولك ان في عملوا شيبسي بطعم الفراخ كنتاكي بقالها 3 ايام. هتقولي ازاي؟ اقولك معرفش، اصلا بقى في الاول فوتوشوب، بس هم عملوا منتج كده برا مصر، ويبقى دي بتوع كيفسي. يعني دول الاتنين كانت مش موجودة في مصر. دخلت كده على النت لقيت شيبسي نزلت طعمين جداد بطعم شيبسي كيفسي بطعم الخلطة السرية بتاعت كنتاكي. يبقى الطعم التاني برضو شيبسي كيفسي، بس هي بطعم الزنجر. تقريبا الزنجر اعتقد يكون حراق، اصلا عادي مفيش باين خالص. انا كنت بدور عليه وكنت بلف لحد ما انا لقيت دول. انا احكي لكم بعد الدرس في امان الله اشتريت دول. هتقولي لي ازاي؟ اقول لك معرفش، لقيت دول. قعدت ادور والف ما لقيتش، بس الحمد لله لقيت دول. فانا بقى يا سيدي انا كنت نزل بس فبقى ايه مش راضي ان انا انزل واجيب دول. مش مشكله، المنتج شيبسي نزل صوره، بس بدل ما نزلت الصوره بتاعت شيبسي بقى خلاص مفيش غير دول. فانا بقى كنت عايز اجيب دول ملقتش. فانا كنت بقى عايز اعمل ريفيو زي الشاطر، وكنت بقى بعد الدرس كنت جبت دول. فبقى اتفرجت على الانستجرام، فانا بقى كنت نزل زي الشاطر. كنت رايح درس في امان الله، كنت رحت درس دراسات، وبعد الدراسات رحت درس علوم، وبعد درس علوم رحت بقى ايه، كنت بقى ادور على دول. رحت عند عم حسن واحنا مروحين، وقلت بس انا لقيته لحد ما جبت دول، ولقيته تحت البيت، لقيته تحت البيت، لقيته تحت البيت، لقيته تحت البيت، لقيته تحت البيت، وتحت البيت، وتحت البيت، وتحت البيت، وتحت البيت، تحت البيت. لا ما تقلقوش، يومين كده وهتلاقي شيبسي دي تلاقيها موجود في كل حتة، وتلاقي اسعاره تقريبا هي ب5 جنيه وب7 جنيه وب3 جنيه ايا كان يعني. ويلا بينا هندوق بقى عشان ايه، عشان انا متحمس جدا ويا رب ما يطلعش مقلب. ويلا بينا نبدأ بالخلطة السرية دي. اهو ده الشكل اهو يا جدعان، شايفين اهو، شايفونه ده لذيذ جدا زي العسل. يلا بينا ندوق. هنا المكتوب بطاطس طازجة، زيت نباتي، مكسب طعم الدجاج مقلي، لانك لقيت مكونات اي حاجة ومكتوب عليها دجاج مقلي. فبعد طول انتظار دي يبقى كل حاجة عادي. يلا بينا نفتح، يلا بينا كده. دي حدي مش غايبة عليا، شايفين اللي جوه؟ طبعا بيبقى حاجات معتاد. يلا بينا نطلع. اوبا، شايفين يا جدعان ازاي العسل؟ ودي الشيبسية، شكل الشيبسية اللي عليها توتو خالص. الريحة دي جاية عليا بس انا
بتفكرني بايه؟ بتفكرني بشيبس الطعم الكباب ده ولا ايه؟ يلا بينا بسم الله. بس واحدة بسم الله. ازاز مية كده. يلا بينا ندوق. بسم الله. بص بقى من اول واحدة كده ده يخطفني كأني بدوق طعم الكباب، يوديني في حتة تانية. يعني شيبس طعم الكباب ده في حتة وديا في حتة تانية. يديني بقى في لحظة ان دي طعمه اهي. طعم الصراحة مش لاقي عليا خالص. اللي انا اكلته ده نفس طعم بالظبط في حتة زي بتشبه طعم الكباب بالظبط، ويبقى دي بطعم الفراخ بس بيشبهني بطعم الكباب، بس ايه زي العسل. طعمه مش وحش جدا، طعمه يبقى مقبول. طب ثانية بس، يعني طعمه حلو اوي شيك. طعمه تديك خلطة لا 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 يعني ده بالمتوسط يعني اي حاجة، وانا بقى نديله 7/10. طب يلا بينا نخش على الزنجر بقى. طب كون طعمها حلو كده زي العسل. اهي الزنجر اهو زي العسل اهو لذيذ طبعا اهو. ده شكله اهو ده الزنجر واو. عليها سندوتش الزنجر اهو زي العسل. الطعم ده عجبني قوي وبحبه قوي، والشكل ده زي العسل. ويلا بينا نخش على المكونات. بطاطس طازجة وزيت نباتي ومكسب طعم الدجاج الزنجر الحار. نفتح بقى تاني. يمكن دي ريحة طلعت جدا معروفة جدا. نطلع دي ده اوبا. شايفين بطاطس الشيبس اهي حجمها شكلها قد ايه زي العسل زي الزبدة. وندوق بسم الله. ايه ده؟ بس ده من الزنجر دي شطة حرقان يعني، بس دي بتاع الزنجر بس دي طعمها غريبة اوي بصراحة كده. شطة حرقان يعني انا حاسس دي بطعم الجبنة، جبنة حراقة. يمكن دي صح ولا غلط؟ ويبقى كده انا هقيمها برضه 7/10. بس حلوة اوي زي العسل مش وحش اوي. بس انا افضل دي، بس دي عادي زي العسل، بس يكون طعمه بس مش وحش اوي، بس طعمه حلو اوي. لكن انما ده طعمه مش وحش اوي بس طعمها غريب وشطة مولع نار. محبط. بس دي طعمها زي العسل، التانية بطعم الخلطة السرية والتانية بالزنجة دي شطة حرقان بواسير. يلا نشيل الحاجات دول وكده يكون خلصت النهاية. وكده يكون خلصت الفيديو. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة او الاشتراك في القناة ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديد. واستنونا بكرة في بلوة جديدة. في واحدة اسمها غادة الشحاتة، بنت قلبت صوتها راجل. ايه ده؟ بس اعملوها لكم بكرة. وقت السلام.